السلام عليكم. تعالوا يا حبايبي نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. هنعمل محشي زي ما انتم شايفين كده. انا معايا بواقي كرنب كانت في الفريزر، طلعتها حطيتها في المصفى كده تصفي ميتها وطلعتها من بالليل. ومعايا بتنجان وكوسه وفلفل قورتهم، للاسف هم كبار شويه، بعت الولاد يجيبوه فجابوه كبير كده. وهعمل ايه بقى؟ فاحنا هنعدل الميله. تعالوا احنا النهارده هنعمل المحشي ني في ني، مش زي المسبك اللي احنا عملناه الفيديو القديم، لو رجعتوا هتشوفوه. انا مبطئه لكم الفيديو كده عشان تشوفوا انا بعمل ايه. حطيت طبعا البصل، انا مخرطه البصل، حطيت عليه ملح وفلفل وفلفل اسود وكمون، وادعكه كويس جدا كده بايدي. انا بدعكه الدعكه دي كده ليه؟ عشان انا هعمله في ني في ني، مش مقليه طبعا البصله على البوتاجاز عشان تدبل. معايا حبه فلفل انا مخرطاهم كده، ده فلفل حار يعني حامي، هاخد جزء منه والجزء التاني هستخدمه في حاجه تانية انتوا هتشوفوها دلوقتي. اهو زي ما انتوا شايفين اهو البصلة دعكتها بالتوابل بتاعتها، ملح فلفل اسود كمون، وحطيت حبة فلفل مخرطين حار. واضح ليكوا طبعا اهو. انا طبعا مسبكة الطماطم مش مسبكاها، مديها كام غلوة كده على البوتاجاز وحاطة فيها الزيت. انا هعمل المحشي بشبت بس النهاردة، وجربي الطريقة دي، روعة وروعة وروعة. حطيت الشبت قدامك كده. الشبت انا مش عايزة ادعك فيه، انا هقلبه تقليبة خفيفة كده اهو، زي ما انت شايفة كده معايا اهو. كتري كمية الشبت، كلنا عارفين ريحة الشبت وطعمه بيبقى عامل ازاي، خلاف اي خضرة تانية يعني. زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنزل الطماطم اهي، انا حطاها على النار لحد ما تقلب بالشكل ده. انا خدت الكمية اللي انا عايزاها، وشايلة حبة صغيرين في طبق عشان ابقى اسقي بيهم المحشي، وهنشوف احنا هنعمل ايه. كده كل شيء واضح قدامكم. طبعا تستني الطماطم لما تبرد شويه، مفيش داعي تحطيها سخنه كده. انا حطيت الرز، وما تحاوليش تقلبي في الخلطه كتير، وتلفي بسرعه عشان خاطر طبعا الرز ما يبوش منك ويرجع في التسويه يعجن اهو. انا كده حشيت خلاص زي ما انت شايفه كده، وورقتين الكرنب اللي كانوا فاضلين عندي في التلاجة، وده الرز اللي اتبقى مني. مفيش حاجه هتترمي، كل حاجه هنستخدمها. تعالي بقى هنا اوريكي رصة الصينية هتبقى ازاي. هتقابلي الراس بتاعت البتنجانية بظهرها كده عشان تقفلي، عشان لما تحطي المية مفيش حاجة تطلع منك ويبقى أكلنا مظبوط. أنا بشاور لك أهو، بصي، والكوسة نفس الكلام. أنا هسوي الكرنب في الطبق كده في قلب الصينية، وهتشوفوا الطريقة لوحده، عشان طعم الكرنب بيختلف عن طعم الكوسة والفلفل والبتنجان. وارد ان احنا بنعمل ده كده لوحده. بصي الفلفل اهو انا بقفله، شايله راسه بعد التنظيف وغسلاها زي الفيديو القديم، لان طبيعي فتحة الفلفل بتبقى واسعة، فعشان ما تطلعش الرز. هنركن الصينية طبعا ونيجي هنا. دي بطن الكوسة اللي انا قورتها، طبعا انا غاسلة الكوسة قبل ما اقورها، واخده بطنها، فايدة الكوسة كلها في بطنها. وحبة الرز اللي اتبقوا، هنعمل حبة رز ببطن الكوسة دي، هتدعيلي عليهم لما تجربيهم. معايا هنا انا كيسين من بتوع امبارح، انا شايلة 3 اكياس في التلاجة اللي انا قلت لكم هستخدمهم في سلطة حياتي وحاجات تانية. حطيت اهو قدامكم الكيس، فضيته كيس تاني هقول لكم انا هعمل بيه ايه. وخدت بقية الصلصة اللي في الطبق، وهمصمص الطبق كده بحبة مية دافية، وهنزل بمج مية سخنة، وهحط نطرة ملح صغيرة جدا. خدت مج وخدت نص مج كمان، او مج ونص كده. ازود تاني كده بقوا مجين ميه، لان انا هخليهم بره. هاخد اللي هاخده سنه ملح صغيره، وقلبي كده. ما تنسيش ان انت محيقه الخلطه يعني حاطه ملحها، اظبطي ايدك. وهركن طبعا، انا هاخد دلوقتي هسقي المحشي، وهركن الميه التانية عشان انا هدخل دوت فين. انا هدخله الفرن. محشي في الفرن، في الفرن، وهتشوفي وجربي وهيعجبك. لو انت حابه ان انت ترصي الكرنب فوق ده رصيه، بس الافضل اللي انا شايفاه ان الكرنب طعمه يختلف عن ده اهو. بصي بقى هنا، ده الرز اللي انا حطيت عليه قلب الكوسه، هسقيه برضو من نفس الميه اللي انا عملتها لتسويه المحشي. وقلبي كده بالراحه. هنيجي هنا بقى نعمل ايه. انا عايزه اكتمه اهو. انا كتمته بالطبق كده عشان انا هحط طبق تاني فوقيه. هتحطي طبق فوقيه
هاحط طبق فوقيه، خليكي شاطرة. بصي، عملنا كله في مكان واحد. هسقي كده مية اهو، اللي انا ظبطاها قدامكم اهو، شايفين؟ هاعمل إيه بقى أنا؟ ورق حراري وهاكتمه كويس جدًا. على فكرة أنا مولعة الفرنة بقى لي بتاع ربع ساعة، حتة واسعة منِّك كده أو الورق الحراري مش عريض وكِنِز، اقطعي حتة واقفليها زي ما أنا قفلتها كده، وهادخّل على الفرنة. وتعالي شوفي أنا عملت إيه تاني. ده إيه؟ ده تنضيف البتنجان. أنا عاصرة عليه ليمونة وما رضيتش أرميها لمّا قشرة الليمونة لمّا تشوفوا ليه عصرة عليه. ما حطيتيش ملح ليه؟ لأ، الملح ده لمّا نيجي نقلي بتنجان وارد عشان ينزّل مَيّته. وبتحطيه في مصفى طبعًا، لكن أنا حاطة نُص ليمونة عشان يحتفظ بأغلبية الوقت بلونه، لإن هو بالطبيعة عشان فيه حديد بيغمق كده. حطيت فصين توم صحاح، وحطيت قرنين الفلفل اللي اتبقوا مخرطين زي ما أنتم شُفتوا أهو، وقفلتها كويس. هاجيب الصاجة بتاعة الفرن كده وهادخّلها بالشكل ده، وشوية هاقلبها عشان تبُك مَيّتها. دخّلتها الفرن وتعالوا هنا معايا صينية حطيت فيها حبة زيت، وحطيت فيها فصين مستكة، وعندي ده دوش مش ليّا. الدوش ده هيودّي اللي أنا هاعمله دلوقتي في حتّة تانية خالص، وجرّبي وبرضه هتدعي لي. وأنا عارفة إن الكلام ده كلّه لمّا تجرّبيه هيعجبِك. خُدي من بُقّي ونفّذي مش هتندمي. معايا أنا هنا قوانص بتاعة فراخ أنا غاسلاها ومنضّفاها بطريقتي طبعًا، وقطّعتها حِتت كده، ومعايا كِبَد برضه هاورّيها لكم دلوقتي. أنا بانزل بالقوانص الأول عشان خاطر هي جامدة وشديدة شوية، فبتاخد وقت في السوا. نزلت عليها براس توم أنا دقّاها خشنة شوية، يعني مش منعّماها مش فرماها. ومعايا بتاع كيلو أو كيلو إلا ربع بصل مقطّعاه كده جوانح. إحنا عارفين إن البصل بياخد وقت مع القوانص، فالحاجتين دول الجامدين اللي نزلت بيهم الأول. هنعمل بقى هنا تاني إيه، هُم كده دبلوا معانا شوية. هانزل بالكبدة بتاعتي اللي أنا مقطّعاها. أنا ما باشتريش حاجة، أنا لمّا باجيب فراخ يمكن تلاحظوا إن أغلبية فيديوهات الفراخ ما بيكونش فيها الكبدة والقوانص. أنا باحوّشهم وباعتبر كده اشتريتهم واستفدت في يوم ما عنديش فيه حاجة. حطيت ملح، كزبرة أهو، حبّة كمون، فصين حبّهان أنا شاقاهم طبعًا، وهاقلِّب كده كويس زي ما أنتم شايفين أهو. معايا فلفل ألوان أحمر، أصفر، أخضر. ومع الفلفل الأخضر الرومي ده أنا مخرّطة قرن فلفل صغير حار. هاقلِّب كويس كده، كل الخليط ده يختلط ببعضه زي ما أنتم شايفين. هانزل بمَج مَيّة سخنة وهاقلِّب كده، ومش هاعمل حاجة تاني، هاغطّيه وهارجع له تاني. تعالوا أنا طلّعت هنا من الفرنة بطن البتنجان اللي أنا قوّرته. طبعًا لو من برّه أنا مش هاكل ده، شايفين؟ دي المَيّة اللي طالعة منّه، لإن أنا قلبتها أهو. حتى التوم والفلفل اتهروا، شايفين؟ الريحة اللهم بارك، اللهم احسن ما بين إيدينا كلّنا يا رب. خلّيكِ شاطرة كده وواعية وما ترميش حاجة ولا تهدّري حاجة. كل اللي إحنا عملناه ما رميناش حاجة منّه. نزلت عليه كده بالهرّاسة، اهرسي على قد ما تقدري. لو قابلتِك حتّة قشرة سودا حاجة ارميها. مشوي، ده بطن البتنجان أنا شويته. هو إحنا أنا هاعمل إيه، أنا هاعمل بابا غنوج. أنتِ مش بتشوي البتنجان على النار وبعد ما بتطلّعيه بتشيلي القشرة وتاخدي بطنه؟ برضه ده بطن البتنجان. أنا طبعًا غاسلة البتنجان ومقوراه قبل ما ياخد بطنه، غاسلاه قبل ما آخد بطنه. أنا طبعًا في بيتي نضيفة وعارفة أنا باعمل إيه، وهاكل حاجة نضيفة مش هاكلها من برّه. عندي كده حبّة طحينة في طبق فضّيتهم عليه، وزوّدي طحينة أكتر من كده للأسف أنا ما كانش عندي غير الحبّة دول. انزلي بحبّة فلفل أسود، حبّة ملح عفوًا، حبّة كمون. لو عندِك طحينة زوّدي على قد ما تقدري. حبّة زيت، زيت زيتون ماشي، زيت عادي ماشي، اللي عندِك شغّلي حالِك بيه. حبّة خل. بُصّي بقى كده وقلّبي كويس جدًا ببعضه. أنا معايا ليمونة خدت نُصّها والنُص التاني هاورّيكم أنا هاعمل بيه إيه دلوقتي. أنا محتاجاه في حاجة تانية. أنا خدت نُص الليمونة والنُص التاني ركنته. اعصري نُص الليمونة كده كُلّه. معايا قشرة بصل أهي. أنا عندي قشر بصل ما بارميهوش باغسله باسيبه لحد ما ينشف. هاقول لكم ليه استخدامات كتير. ما فيش ورقة فويل نضيفة هابخّر بيها، هاحط كده هافتحها وأحط فيها حتتين الفحم اللي أنا ولّعتهم على البوتاجاز، وحطيت نقطة زيت. وهاخد ورقة الفويل اللي أنا كنت شاوية فيها بطن البتنجان
أو تنضيف البتنجان كتمت كده لحد ما تتبخر. تعالوا شوفوا هنا بقى خلاص استوت الكبدة معانا. عايزة حبة مية صغيرين كمان، أنا مش هحط مية. دي الكيس التاني اللي أنا طلعته من الفريزر، المية اللي أنا شلتها من كفتة امبارح. لو رجعتي للفيديو شوفتي بقى طعمها مية بصل على طماطم على فلفل كان ألوان، خلطة الكفتة بتاعت امبارح. تعالوا كده اتبخرت معانا. اللهم بارك على الريحة، بسم الله ما شاء الله. هشيل قشرة البصل بالفحم كده. طبعا بعد ما اخلص انا هطفيها بطريقتي وارميها، وهوريكم انا هقدم بابا غنوج بتاع تنظيف بتنجان. كلنا المحشي منه وعملنا بابا غنوج منه ما شاء الله. تعالوا بقى هنا، ادي نص الليمونه التاني. انا خلاص سفيت كده على الكبد والقوانص، حطيت نص الليمونه كده بالمعصره عصاره زي ما انتم شايفين. ليه في الآخر؟ عشان الليمون لما بيغلي مع الحاجة بيدي مرارة. فكده في الآخر بعد ما طفيت المحشي أهو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والله تسلم إيديا. شايفين الجمال؟ تعالوا بقى ننزل كل حاجة كده لوحدها. معلش سخنة جدا. أهو أدي الكرنب، الرز ببطن الكوسة اللي نضفناها، والكوسة كمان أهي جمعناهم برضو ببعض تاني. تعالوا شوفوا بقى وشوفوا أنا هقدم الرز إزاي. ما شاء الله. استنوا بس انزل البتاع سخن جدا. اللهم بارك. ما تنسوش تفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي اشتراك وقولوا لي ايه رأيكم. ولو حد عنده حاجة يسأل وانا هجاوبه. انا شلت كده اهو الفلفل زي ما انتوا شفتوا، شلت طبعا الراس بتاعته، مفيش رزية طالعة منه. ادي الكوسة بتاعتنا اهو، ادي الكبدة ريحتها اللهم بارك اللهم بارك. شايفين؟ يا رب تكون أحسنت، يا رب يكون الموضوع عجبكم. شايفين الرز ببطن الكوسة؟ بقى رز بالكوسة ببطن الكوسة. أدي الفلفل، شايفين الجمال؟ المشكلة كلها بس إن العيال جابوا الحاجة كبيرة شوية، بس أنا عدلت الميلة. وأدي الكرنب بتاعنا أهو، كبد والقوانص. جربي اللي أنا عملته مش هتندمي. ما شاء الله ما شاء الله. تسلم إيديا وتسلم إيديك ويحسن ما بين إيديا وإيديكم. يا رب أكون أحسنت. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدعموني وتقولوا لي إيه رأيكم. شايفين اهو؟ انا مبطئه لكم خالص عشان تشوفوا براحتكم. الفلفل بتاعنا اهو مفيش رزايه فيه بره. الرز بالكوسه اهو، شوف الطريقه اللي انا مقدمه بيها. وادي بابا غنوج اللي عملناه من تنظيف البتنجان. جربي مش هتندمي. باي باي.